ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وعساكم من عواده. وإن شاء الله يا ربي دائما يعود عليكم بالخير والصحة والأفراح يا رب. مثل ما تشوفون رجعت وياكم اليوم فيديو جديد وروتين تنظيف الصالة، وإن شاء الله يعجبكم. حبايبي، إذا أول مرة تشاهدون قناتي بالصدفة وما مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خلونا اللايك. يلا تعالوا شوفوا شلون راح ننظف الصالة. وأرحب بالمتابعات الجديدات اللي انضموا لقناتي وأقول لهم كل الهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وعلى راسي يا ميت أهلا وسهلا بيكم. شلت مفارش التخم كلهن اللي أنا راح أغيرهن، ورتبت البردة. شوفوا هذا ترتيبها، هي نظيفة. يعني ما غسلتها لأن أنا غسلتها قبل يومين معلقتهن. هنا كملت التخم كله جلفته وراح أنظف الأرضية. طبعا هاي تنظيفات ما بعد العيد. هذا روتين تحفيزي وليس تعليمي. واليوم راح نحكي بموضوع جدا مهم، وهو الطاقة السلبية بالبيت، شلون تصير وشلون نتخلص من عندها، وشنو أسبابها وشنو أعراضها. كل هاي الشغلات اليوم راح نحكي بيها إن شاء الله. طبعا الطاقة السلبية هي دائما إنه تحسين يعني بالبيت إنه أنت ضايجة، ما إلك خلق، ما تقدرين تسوين شي، دائما متعصبين، ما أعرف شنو. هاي الشغلات كلها شلون تصير؟ بسبب يعني كثر النقد الدائم أو العركات اللي بالبيت تصير أو المشاكل. هاي الشغلات لازم واحد يتخلص من عندها. وهو شلون يعني واحد يتخلص منها؟ راح أقول لكم شلون. أول ما تقعدين الصبح دائما شغلي يعني القرآن، خلي سورة البقرة جدا مباركة بالبيت، أنا كلش أحبها. نظف البيت دائما دائما، خلي بيتك نظيف، مطبخك نظيف. هذا راح تكون يعني عندك راحة نفسية، راح ترتاحين أصلا من البيت يكون نظيف، ما عندك ملابس وسخة كلهن غاسلتهن. قاعدة شغل قرآن، سالفة حلوة، شغلة حلوة، راح تكون عندك طاقة إيجابية. وبهذا الشي راح تتخلصين من كل الطاقة السلبية وتكونين مرتاحة نفسيا. أتمنى تكون عجبتكم هاي الفكرة. وهنا أنا وصيت على مفارش للتخم ووصلني هذا الطلب كلش عجبني. خل أشوف لكم إياهن. هذا لونه عسلي مرمري ويكون شامه كلش حلو ملمسه، والظهر مالته يكون يعني يثبت على التخم. وهنا أنا راح أنظف البالكون. طبعا هنا دنيا الظهر وحارة، الشمس تشوي. مثل ما تعرفون أنا قلت لكم قاعدة طابق ثاني. حبايبي، أتمنى ما تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. حبايبي، بالنسبة للدعم اللي نزلته على المنتدى وكتبت لكم أكثر قناة تعلق لي على الفيديو السابق راح يكون إلها دعم، وأقوله إن شاء الله بالفيديو. طبعا أكثر تعليقات اجتني من قناة صديقتنا اسمها يوميات أم عباسي. راح أقول لها اتركي لي تعليق على هذا الفيديو حتى دا أنشر منتدى، وتروحون على قناتها تشتركون بيها وتسلموا لي عليها وتقولوا لها احنا من طرف أم كيان. وإذا حابين دعم إن شاء الله على الفيديو القادم يتركوا لي تعليقات هواية على هذا الفيديو. أشوف أي قناة معلقت لي هواية، يعني الأكثر تعليقات هي اللي راح تكون بالفيديو القادم راح أذكرها وأرفع منتدى لها، ويكون الدعم خاص لهاي القناة اللي علقت لي أكثر شي. وهنا من بعد ما أكمل التنظيف راح أشغل سورة البقرة وأتركها. دائما بخروا البيت، شغلوا قرآن، افتحوا الشبابيك،
يعني خلوا معطرات، هاي الشغلات كلها تجيب الطاقة الإيجابية وتخلي الواحد يعني مرتاح نفسيا. دائما نظفوا، قد ما بيكم نظفوا. شوفوا الظهر مال المفرش شلون حلو. طبعا هاي من بعد ما فرشتهن كلش حلوات وعجبني، وإن شاء الله أوصي بعد من عندهن. قولوا لي يا لون بعد آخذ، أنا عاجبني لون سيلفري يعني رصاصي، شلون هاي الكوشة هيك عاجبني. أحب التنظيف هيك 24 ساعة كل واحد ينظف. بديت أرتب بيها وبهاي هذا الشكل صارت. هنا أنا مسحت الطاولات. طبعا هاي المفارش اللي وصيتها تكون 10 مقاعد، يعني 2 كراسي و2 قطع عمول 3، يعني صرنا على القنفات الثلاثية، وقطعة واحدة اللي هي الثنائية. عندي قطعة عمول 2 راح أخليها على الطاولة الوسطية، يعني صارت كلش حلوة. هسه تشوفوها شلونها. من بعد ما كملتهن، هاي الزرعة هم نظفتها وخليت لها القطرات مالتها عصموسة. وهذا ترتيب الصالة، شوفوها شلون صارت كلش حلوة ومرتبة وعجبتني. طبعا أنا أعدل منه وأنظف منه، أطفالي يقعدون منه. هذا الروتين تحفيزي وليس تعليمي. وهذا ترتيب البردة اللي صار. خليت هذني الحمالات اللي يكونن يعني هاي الرصاصي، يعني ويا هاي الكوشات اللي خليتهن. هنا رتبت هاي الطاولات الزجاجية. أتمنى من كل القنوات اللي يشاهدوني أن يرفعوا الفيديو على المنتدى، وأكون جدا ممنونة منهم. وخليت هاي الآية القرآنية بمكان الرفوف اللي كانن هنا، إذا تتذكروهن يعني بالفيديوهات السابقة كنت حاطة هنا رفوف ويصيرن على شكل قلب الحب. هنا حاطتن يصير رف ثلاثي. شلتن وخليت هاي الآية القرآنية بمكانهن. وهنا أنا خليت هذني التحفيات أو المزهريات شو تسموهن. هاي أمي جابت لي إياهن، خليتهن هنا كلش حلوات طلعن. وهاي المبخرة مالتي جميلة. شوفوا هاي الطبلة الوسطية خليتها، وخليت عليها هذا المفرش مال القطعة الثنائية. وعندي هنا هذا البخور اللي دا استخدمه من فترة يعني. طبعا كلش طيب وعطره آه يعني طيب وما يخنق، يكون هادئ. باقي بيه شي قليل راح أخلي بالمبخرة وأبخر البيت بيه. ومثل ما قلت لكم دائما دائما نظفوا وبخروا البيت وشغلوا قرآن، كلش راح ترتاحون وتحسون بطاقة إيجابية. يعني هنا هم مخلية بخور هواية بيه. شوفوا شلون أحافظ أنا على المبخرة وما أخليها يصير قاعدتها يعني بيها البخور يذوب. هنا أخلي عليها طبقة من السيليفون، يلا أخلي البخور. شوفوها شلون نظيفة القاعدة مالتها.
والبخور كله يبقى وين بهاي الطبقة مال السيليكون. يعني من ينتهي أشيل هاي طبقة السيليكون أذبها وأخلي وحدة جديدة، وبهذا الشكل أني أكون حافظت على المبخرة وتبقى عندي جديدة هي. هسه راح أقوم أبخر البيت ونشوف شلون راح تصير الترتيب الجديد. وهذا ترتيبنا حبايبي، وإن شاء الله يعجبكم. هنا ساعة 1:30 الظهر أنا مخلصة كل شغلي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك ومع تفعيل الجرس. حبايبي وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأحب أقول لكم شكرا على المشاهدة. ربي يسعدكم ويوفقكم أجمعين. مع السلامة حبايبي، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. كثروا تعليقات ولايكات. باي باي.